السلام عليكم. في الحلقة اللي فاتت عملنا أول دايرة بتجمع رقمين بس، وعرفناها إن هي الهاف أدر. وكان في حاجة غريبة شوية، إن الناتج مش رقم واحد بس، كان في حاجة اسمها كاري. المشكلة بقى فين؟ إحنا لو بنجمع رقمين بس الدنيا سهلة، لكن خلينا نسأل السؤال الحقيقي. لو عندي رقمين كبار، مثلا 101 أو 101 و011، هنعمل إيه بقى؟ هنجمعهم إزاي؟ الكمبيوتر هيجمعهم إزاي؟ أنت كده مش بتجمع رقمين بس، أنت كده بتجمع خانة ورا خانة، يعني 1 1 0. كل خانة ممكن يطلع منها كاري، والكاري ده بيروح للخانة اللي بعدها. هنا بقى الأزمة، الهاف قادر ما يعرفش يتعامل مع ده. هو بياخد رقمين بس، لكن دلوقتي عندنا 3 أرقام أو 3 حاجات، رقم ورقم ورقم كمان جاي قبل كده من الكاري. إحنا محتاجين كده دايرة تفهم 3 مدخلات، مش مدخلين بس. الحل يبقى فين؟ نركب دايرتين هاف قادر ورا بعض. الأولى تاخد الرقمين وتطلع صم كاري. الخطوة اللي بعدها الصم اللي طلع بيدخل على الهاف قادر التاني مع الكاري على اللي جاي من الخانة اللي قبلها. النتيجة كده هيطلع عندنا نهائي صم كاري. احنا كده ما اخترعناش حاجة جديدة، احنا بس ركبنا نفس الفكرة دي بطريقة أذكى شوية. تخيل معايا خانات جنب بعض، كل خانة فيها دايرة صغيرة تستقبل رقمين وكاري، وتطلع ناتج وكاري جديد يمشي للي بعدها، يعني حاجة بتكمل حاجة وراها. الدايرة دي اسمها فول ادر، ودي أول خطوة حقيقية قدام إن إحنا نجمع أرقام بأي حجم. لو كررنا بقى الدايرة دي جنب بعض هنقدر نجمع 8 بت و16 بت و64 بت زي البروسيسور الحقيقي. وفي الحلقة الجاية هنشوف إزاي كل الدوائر دي بتتجمع وتبقى جزء من حاجة أكبر بكتير، اللي هي ال ALU، المخ الحقيقي للعمليات الحسابية جوه البروسيسور. دي كانت الدايرة الكهربائية جوه البروسيسور، وإزاي بتتكون وإزاي بتتعمل. أنا عارف إنها صعبة، نحاول نفهمها مع بعض وإن شاء الله بإذن الله تبقى كويسة. اللي عنده سؤال يقول لي، وما تنساش تعمل سبسكرايب، وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.